حبايبي الغاليين عاملين ايه؟ خلصنا بقى امتحانات، يبقى نعمل ايه؟ نعمل محشي ورق عنب حلو قوي باللحمه، واللحمه بصوا فيها دايبه كده دوب وحلوه قوي قوي، وصباع المحشي كده حاجه تحفه تحفه. يلا بينا بقى نجهز ورق العنب عشان نحضره. انا هنا كنت مفرزه ورق العنب، طلعته وسبته لما فك خالص عشان ما يتكسرش معايا، وبعد كده ابتدي بقى افتحه وافكه. لو انتي برضو عندك ورق العنب فريش، نفس الخطوات طبعا هتعمليها. حلة فيها مية سخنة، هنحط فيها شوية من الملح مع رشة بسيطة كده من الكمون، وهقلبها. ولما المية تبتدي تغلي معايا وتبقى بتغلي كويس، هنزل كده جزء جزء من ورق العنب. هتحطيش رصة كبيرة عشان اللي في النص كده يستوي، ما يبقاش اللي من الطروف هي اللي استوت والنواحي اللي من جوه بس نية. فانا بجهزهم كده، بحط دقيقة على كل اتجاه، بقلبها دقيقة من هنا ودقيقة من هنا، وهي عدد الورق قليل مش كبير، فبتستوي معايا بسرعة، مش بتاخد وقت غير لما تحطي كمية كبيرة. طبعا ده انا كنت قبل ما افرزه كنت مسحة ما بين كل ورقة ومنضفاها، مفيهاش اي حاجة. فانا هاخده دلوقتي بعد ما هطلعه من المية المغلية، هكون محضرة طبق كبير فيه مية ساقعة او مية بتلج، او حتى مية جارية من الحنفية عادي، هحطه فيها عشان ما يكملش تسوية. هجهز بقى ايه الصلصة الحلوة بتاعتنا. هعمل لها كده ايه طريقة حلوة وجميلة. هحط لها بصلة مع شوية كده من الزيت، هشوح البصل لغاية لما ياخد لون ذهبي كده حلو. انا بحب اعمل اي نوع من انواع المحاشي بالتسبيكة، بعمله التقلية كده وبقليله وبسبك له الطماطم، بيبقى طعمه رائع رائع وحلو قوي قوي، وطعمه مختلف عن لما بتعمليه كله ني في ني. حطينا الزيت والبصل واصفرت البصلة، نزلت بقى بعصير الطماطم اللي انا كنت عصراها ومصفياها، وهحط عليها الملح عشان اظبط طعم الملح فيها ويبقى حلو، وهحط كمان رشة كده من السكر عشان تعادل الحموضة بتاعة الطماطم. وهبتدي بقى ايه اسيبها تتسبك. هجهز دلوقتي الخلطة. انا هنا معايا رز مغسول مش منقوع، ومعايا شبت وبقدونس وكزبرة متقطعين صغير، ومعايا طماطماية وبصلاية فرماهم في الكبة او تقدري تبشريهم، ومعايا التوابل فلفل اسمر، ومعايا معلقة كبيرة من خلطة المحشي، ومن معلقة من السبع بهارات. سبع بهارات وخلطة المحشي موجودة عند العطار، عند اي عطار تقدري تجيبيها منه، بتفرق في الطعم وبتبقى حلوة قوي قوي. انا هنا ما زودتش الملح غير لما حطيت كله على بعضه، لان البصلة دي اللي انا فرماها مع الطماطم كنت حاطة فيها شوية من الملح، والصلصة كمان كان فيها ملح، فاقلبهم بعد كده اظبط الملح لو احتاجت هزود لها. همكسهم كده كلهم مع بعض واخلطهم واتأكد ان كله دخل في بعضه. هتبقى معاكي كده جاهزة في ثواني. طعمها حلو قوي قوي الخلطة دي، جربيها واعتمديها في كل المحاشي. انا بعتمدها في كل المحاشي، بتبقى طعمها خطير. وهنا بقى انا هفرد ورق العنب وهبتدي ان انا احشيه. اعمليه باي طريقة تعجبك في اللف، واحد واحد او تفردي زي كده كمية وتلفيهم مع بعض. الطريقة اللي تريحك عشان تسهل معاكي. انا الطريقة دي بتسهل معايا قوي اني اعمل كده كمية والفها. طريقة لفه بسيطة جدا. بحط كمية من الرز مش كبيرة قوي ولا قليلة، يبقى الصباع مظبوط. بقفل عليه كده اول تانية وبقفل من الجنبين، وبديله لفة بضغطة بسيطة، بيطلع معايا جاهز في ثواني وحلو قوي قوي. بجهز كده كل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة دي، ما بتاخدش معايا وقت خالص. عقبال بقى ما جهزت ورق العنب وجهزت لفه، هحضر اللحمة. عندك اي نوع لحمة تقدري تستعمليها، شرايح او قطع، اي نوع لحمة هيتمشي معاكي وتبقى حلوة. هجهز بقى اللحمة. هحط معلقة كده من السمنة في الطاسة، وهتكون الطاسة سخنة، وهدي صدمة للحمة. ما تخليش الطاسة تكون باردة علشان ما تنزلش المية اللي فيها، احنا عايزينها تحتفظ بكل حاجة جواها بالعصارة بتاعتها، وتبقى معاكي بعد كده جوسي وطرية، ما تبقاش ناشفة في بعد التسوية. بحطها بتاخد على كل جنب كده دقايق بسيطة يا دوبك، تاخد صدمة وتاخد لون كده خفيف، وببتدي ان انا اقلبها. ما تقلبيهاش اول ما تحطيها عشان ممكن تبقى ماسكة معاكي كده وجامدة، استني عليها هتلاقيها فكت، تقدري تقلبيها.
الطريقة دي بسيطة جدا بس بتفرق في الطعم قوي قوي وبتبقى حلوة. بعد ما عطيتها صدمة واخدت اللون رشيت رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسمر، بتديها برضو طعم رهيب مع انها توابلها بسيطة بس تبقى رهيبة. هبتدي بقى انا اطلعها وبقية اللحمة هجهز بقيتها، وهدخل على الخطوة التانية بقى في نفس الطاسة كده. في نفس برضو السمنة وكل حاجة هحط معلقة كبيرة من معجون الطماطم جاهزة، وهنزل عليها بكوبايتين من المية. لو انتي عندك شوربة هتبقى حلوة قوي تقدري تعمليها بالشوربة او تعمليها بالمية برضه هتديكي نفس النتيجة والطعم الحلو، لان هي كده كده فيها لحمة هتبقى طعمها حلو قوي. هنا بقى بظبط بقى الملح عشان انا خلاص عملت الخلطة وعارفة مقدارها وملحها ايه، بظبط كده الملح فيها، وانا كنت حباها تبقى حارة شوية زودت لها شوية من الشطة. لو انتي حباها تبقى حارة او عادية زي ما تحبي تحطي الشطة. هنا حطيت كمان معلقة من السمنة البلدي بتنقلها نقلة تانية خالص، بتخلي طعمها حلو قوي قوي. بعد ما جهزت معايا وكل حاجة كده بقت جاهزة، ورق العنب واللحمة ومعايا هنا شرايح من البصل وشرايح كده من الطماطم علشان احطهم في قاع الحلة تحميلي الحلة، وفي نفس الوقت بتديكي طعم حلو قوي. انا بحب البصل دوت والطماطم، ما بيخليش الاكل يجراله اي حاجة، يعني لا يلزق ولا يتحروق ولا اي حاجة، وفي نفس الوقت بيبقى طعم البصل ده جميل جدا. حطيت كده كمية من البصل والطماطم وهرص عليها اللحمة، وهبتدي بقى ان انا اجهز كده كله في حلة واحدة. انا بعد ما رصيت شوية لقيت الحلة دي صغيرة عليهم، جبت حلة تاني اكبر شوية عشان يبقوا براحتهم وما يبقاش ايه زيادة ويطلع مني ولا تتقلب برا. هرص المحشي برضو، شوفي بقى بترصيه بالطول دايرة كده زي ما تحبي ترصيه، هتقدري ترصي الكمية كده. انا بقى كانت المية معايا جاهزة طبعا بالصلصة، هنزل على المحشي. لو انتي مش حاطة لحمة من تحت هتبقى مقدار المية تحت اول دور كده، اول صباع على الوش الصباع اللي تحتيه تبقى المية عنده. لكن عشان اللحمة طبعا رافعاه شوية وكمان اللحمة هتنزل شوية من ميتها، فبتكون تحت شوية، يعني اول دور في تاني دور كده قبليه بتلاقي المية. حطيت له طبق وضغطت عليه علشان المحشي يستوي كويس وما يفكش في الحلة وهو بيغلي. يا دوبك كده هسيبه شوية على النار، نار عالية لغاية لما يغلي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، والمية كانت تحت خالص. مع الغليان وضغطة الطبق اترفعت لفوق، هوطي عليه النار وسبته حوالي ساعة كده، ساعة وربع، كان مستوي وزي الفل زي ما انتوا شايفين. جهز معايا، هقلبه وبص هيطلع معايا بكل سهولة بقى. البصل والطماطم اللي حطيناه حميه وعامل طبقة حلوة مفيش اي حاجة لازقة، طالع معايا جميل ومقدار ميته حلو، والرز مفلفل مفيش اي حاجة معجنة وحلو قوي قوي. وشوية المية البساط دول كده جميل. لو انتي عاملاه وعندك وقت يعني مش هتتغدوا على طول، سيبيه كده في الحلة شوية هتلاقي الصوص ده دخل فيه وعطاله طعم حلو قوي. احنا عشان كنا جعانين بقى عايزين نتغدى عملته بسرعة وقلبت وريتهولكوا، وشوية بقى بعد ما هديت معايا وبردت اللحمة قلت اوريها لكم. بصوا دايبة خالص مستوية حلوة قوي قوي، هي دوبا كانت ساعة تقريبا او ساعة وربع بالكتير على نار هادية. كان المحشي مستوي ومظبوط جدا. اشوفكم بخير، سلام.